مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وصحة جيدة. أنا معكم حذيفة زياد، وهذه الكتب التي قرأتها وهذه نباتاتي المفضلة. هل سألت نفسك لماذا الضفادع لا تتقيأ؟ هذه الحلقة مهمة جدا يا صديقي. الكثير منكم لقد سألنا هذا السؤال على حسابي على الانستغرام، ومن بعض المتابعين سألني هذا السؤال وأنه سؤال مهم والكثير لا يعرفه. هذا السؤال مهم جدا لدي. هل سألت نفسك لماذا الضفادع لا تتقيأ؟ السبب لأنها تأكل أي شيء يتحرك حولها، وغالبا ما تبتلع الأطعمة الفاسدة. لذا بدلا من التقيؤ يمكن قلب معدتها وتدفعها إلى الخارج جسمها في عملية تسمى الانقلاب المعدي، ومن ثم يمكنها معاينة المشكلة بدقة وتنظيف معدتها قبل ابتلاعها مرة أخرى. بعض أنواع القروش تفعل الشيء ذاته أيضا بإخراج معدتها وترك الماء يمر عليها لتنظيفها. فما هو رأيكم؟ هل كان هذا السؤال تعرفه من قبل أم لا؟ شكرا للمتابعين على الانستغرام، وشكرا لكل شخص شاهد هذه الحلقة. إنها حلقة سريعة وأنا أحب الحلقات السريعة ولا أطول عليكم بأي شيء. وإلى هنا أتمنى لكم التوفيق والدائم، وإلى هنا تنتهي الحلقة. مع السلامة.